محمد عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا عايز أحيي الدماء الزكية طبعا اللي روت شجرة الحرية وروت هذه الثورة. أنا من أوائل الناس اللي نزلت في مظاهرات. إحنا أول ناس نزلنا في حركة كفاية، أول ناس نزلوا في الشارع وقالوا يسقط حسني مبارك. ناس لا أحزاب ولا تبع جماعة الإخوان. وعلى فكرة الإعلام لازم يفهم تماما إن الإخوان مش بيربوا اللحية، لأن هم عندهم فكرة إن الحركة هتبقى أسهل والحرية هتبقى أسهل في التعامل وهقدر أتحرك أكتر بدون لحية. لكن اللي شفته في الثورة دي، وأنا رحت يوم 24 فتحت نقابة المحامين أنا ومجموعة من الزملاء وقعدنا عشان نبقى بيت الثورة مفتوح وهو نقابة المحامين، إن الثورة دي لها أجندات فعلا، أجندات عالمية، ولكن الأجندات اللي بتحرك كل ثورة في العالم، الجوع والفقر والمرض والخوف، الحاجات دي هي اللي حركت الناس. الناس ما نزلتش عشان عايزه عيشه كريمه، الناس نزلت عشان بقت عايزه موته كريمه، ما بقتش تطمح في اكتر من انها تموت من غير ما تنتحر. الناس قالت لك احنا بننتحر، لا نموت بقى، نموت ننول الشهاده، نموت بشرف، لكن ما نزلوش عشان عيشه كريمه، لان العيشه الكريمه كان مش مستحيل انها تتحقق. الثوره اللي دايما محيراهم ان مين هنخاطب مين لما نحب نكلم الثوره، هقول لهم مش هتقدروا تخاطبوا حد. لو في مليون واحد في الميدان روحوا خاطبوا مليون واحد، لانها مش ثوره واحده. كل واحد فينا نزل بثورته، كل واحد نزل يقول يسقط حسني مبارك بمنظوره، نزل يقول يسقط حسني مبارك بضبطه المستبد، يسقط حسني مبارك بموظفه المرتشي، واللي نزل يقول يسقط حسني مبارك بدستوره المهمل، واللي نزل يقول يسقط حسني مبارك بمستشفياته الفاشله، واللي نزل يقول يسقط حسني مبارك بمواصلاته القاتله، واللي نزل يقول يسقط حسني مبارك. كل واحد فينا نزل بثورته، وكل واحد هينهي ثورته لما تنتهي اسباب الثوره، لكن ما حدش فينا متفق مع الثاني، ومفيش لنا قياده، لان كل واحد ليه ثورته، شايف ان هو يستحقها. الشأن الاخير بقى ان الرئيس قال ابنائي. انا اسف، احنا مش ابناء الرئيس النهارده، احنا مش ابناء الرئيس. الرئيس ما عندوش ابن عاطل، ما عندوش بنت عانس، ما عندوش ابن معاق لما بيجي يركب الاتوبيس بتبقى مأساة والناس بتشيل الكرسي من تحته وتلقحه في الاتوبيس زي ما يكون كيس او شوال. ما عندوش ابن بيقف في طابور العيش، ما عندوش ابن بيخش الاسم عشان يتعذب ولا يتبهدل. احنا في لجنة الحريات في نقابة محامين مصر في الفترة الأخيرة بقينا بيجي لنا الناس عشان نعيط لهم. انا ابني حصل كذا نقعد نعيط جنبه، ما بقاش في حاجة. بقى النهارده الاسم سلخان. احنا ما نزلناش ثورة واحدة، احنا نزلنا مجموعة ثورات، كل واحد ليه ثورته، حد سرق ثورة الثاني، الاحزاب ما قفزتش علينا، الاخوان ما قفزتش علينا، الاخوان نزلت ثورتها، الاحزاب نزلت ثورتها، وكل واحد نزل في وقته. احنا ما كانش عندنا حاجة نبكي عليها فنزلنا بدري. في ناس كان عندهم حبة شوية حاجات كده خايفين عليها فنزلوا متأخر، وفي ناس عندها حاجات كتيرة خايفين عليها فنزلت متأخر خالص، وفي ناس لسه هتنزل. الثورة موجودة، بس لما يحبوا يخاطبوا الثورة عليهم انه يخاطبوا كل السحر. شكرا.